هل تعرف ايه الفرق ما بين عرش الرحمن والكرسي؟ وانت بتقرأ القرآن هتعدي على الآية اللي بتقول وسع كرسيه السماوات والأرض. طبعا انت قرأتها كتير وكنت مفكر ان الكرسي هو العرش، ولكن تعالى اقول لك ان الكرسي حاجة والعرش حاجة تانية خالص. روى ابن أبي شيبة في كتاب العرش وابن حبان في صحيحه بسند صححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري والإمام الألباني في السلسلة الصحيحة من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلا، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة. الحديث ده معناه ان السماوات السبع دي كلها بالنسبة للكرسي كأنك جبت دبلة ورميتها في صحراء، والكرسي بالنسبة للعرش كأنك جبت دبلة برضه ورميتها في صحراء. وده معناه طبعا ان الكرسي اكبر من السماوات السبع وان العرش اكبر من الكرسي. طب ايه هو بقى العرش وايه هو الكرسي؟ العرش في اللغة هو سرير الملك، وهو اكبر مخلوقات الله على الاطلاق، وعليه استوى الله عز وجل استواء يليق بجلاله. وطبعا انت عارف ايه ان الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني ما تحاولش تسرح كتير في الكيفيه لانك مش توصل لحاجه. ولو انت عايز تتخيل بقى العرش ده كبير قد ايه، فتعالى اقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مره اذن لي ان احدث عن ملك من ملائكه الله عز وجل من حمله العرش ما بين شحمه اذنه الى عاتقه مسيره 700 عام. يعني ما بين الحته دي وما بين العاتق بس مسيره 700 عام، فما بالك ببقيه جسمه، وده واحد من 8. تخيل انت بقى. واما الكرسي بقى فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره احد. والحديث ده روى ناس كتير قوي. رواه ابن ابي شيبه في كتاب العرش، وابن خزيمه في كتاب التوحيد، والدارمي في الرد على المريسي، والحاكم في المستدرك، وصححه الامام الذهبي والامام الالباني في مختصر العلوم. استنى بس، انت بتقول ان الكرسي موضع القدمين، تقصد ان ربنا له قدمين؟ لا، انت تتابع بقى الفيديوهات الجايه وانا اقول لك عشان الحوار يطول شرحه. وده ريلز يا صديقي مش بودكاست. سلام.